يعطيكن العافية. وصفتنا اليوم رح تكون الكنافة الكذابة أو كنافة التوست. بيقولوا لها كنافة الكذابة لأنه ما فيها فرك الكنافة وكمان ما فيها جبنة. طعمها كتير طيب وطريقتها سهلة وبسيطة وأكيد رح تحبوها. كملوا معي الفيديو للآخر لتشوفوا طريقة العمل. بالبداية بحتاج لكيس من التوست بيكون فيه 20 قطعة. حقطعن وافرمهم بالخلاط. بدي افرمهم ليصيروا كتير ناعمين. رح افرمهم على مرحلتين. من بعدها بدي نزل 100 جرام من الزبدة مذوبتها قبل وظرف من الفانيليا. بدي افركهم كتير منيح لحتى تمتزج الزبدة مع خبز التوست. هلأ بدي احضر الصينية اللي بدي اخبز فيها الكنافة. بدي ادهنها بكمية وفيرة من الزبدة. من بعد ما ادهنها بدي احط فيها الخبز ووزعهم بهيدي الطريقة. بدي رصهم بايدي مثل ما انكم شايفين. بدي رصهم منيح واعمل حرف بجوانب الصينية. بتركها على جنب لحتى احضر القشطة. للقشطة بحتاج ل 500 ملي من الحليب ول4 ملاعق من النشا وملعقتين من السميد الخشن. بنزل فوقهم ملعقة صغيرة من الفانيليا وبحركهم على الناشف لحتى ما يصير عندي تكتلات. برجع بحطهم على النار. من بعد ما يغلوا عندي بدي نزل فوقهم علبة من القشطة. نزل القشطة هي سخنة مباشرة ومنوزعها بالصينية. هلأ بدي نزل فوقهم الخبز يلي بقي معنا. بدي وزع الخبز كتير منيح لحتى ما تبين عندي القشطة. من بعدها رح رصها بإيدي على مهلة لحتى تطلع متماسكة وشكل واحد. هلأ بدي احطها بالفرن على فرن محمى مسبق. وهيك من بعد ما طلعت الكنافة بتركها تبرد شوي وبقلبها بصحن التقديم. من بعدها بدي نزل القطر. طريقة القطر هي كوبين سكر مع كوب مي وعند الغليان ملعقة من الحامض ورش من المزهر. وأكيد القطر حسب رغبتكم. وبالنسبة للتزيين أنا رح زين بالفستق الحلبي وفيكن انتو تتركوها مثل ما هي كمان كتير طيبة. وهيك الكنافة صارت جاهزة. رح أقطع قطعة معكن وفرجيكن شكلها النهائي. ولهون بتكون خلصت وصفتي لليوم. وصحة وهنا من أكلات إيمان الشهي.